السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الشوربه اللي هي سهله وصحيه وسريعه. ممكن نديروها مثلا في العشاء. هذه شوربه تركيه كيقولوا لها شوربه السلطان، بمكونات بسيطه موجوده في كل بيت، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. فنبداو على بركه الله. كناخدو خيزو، بطاطا، جلبانه، كنسلقوهم كنحطوهم على جنب. كناخدو دابا الروز، واحد الكاس ديال الروز كنشدو كنغسلوه مزيان تنديروه في الماء لمده 10 دقائق تقريبا. من بعد كندوزو للكفته، كتعطريها بالعطريه اللي بغيتي. هنا بزاف ما كيديروش العطريه بزاف، ولكن المهم العطريه ديال الكفته كتحكمي بها كما بغيتي. هنا كنشدو واحد المقيله كنديرو فيها زبيده، وها هو الروز راه خدام تسلقتو، تنسلقوه حتى هو بعد ما سالت 10 دقائق. كنديرو الثومه، ومن بعد نخليو داكشي يدير مع بعضياتو، الثومه وتخليوها تتشحر شويه. ومن بعد غادي نكورو لهاداك الكفته اللي صايبنا، وغادي نحطوها ان شاء الله في المقيله، وغنخليوها حتى تشد راسها مزيان باش ما تفرتش. تشد راسها مزيان عاد نبداو نحركوها. انا ضفت على الكفته واحد شويه ديال الزعتر، كيعطي واحد البنه زوينه صراحه. من بعد ما سلق لي الرز داكشي، كنخلي الماء ديالو تنكب عليه سميتو هاد الكفته والروز، وكنخليهم يطبخوا مع بعضياتهم واحد شويه، وكنخدموه في الطبق زلافه مع سلطه وداكشي. المهم داكشي كيبقى اختياري، لكم الاختيار، و بصحه وراحه.